فأوهايو كورتيس كيشوف السحابات الضخمة في السماء وهو واقف تحت الشتا مصدوم حيت كيبان ليه بحال يلاه بلاصة الماء كطيح زيت الموتور. من بعد كورتيس كيفطر مع مراته سامانتا وبنتهم السمكة هانا قبل ما يمشي للخدمة. كورتيس خدام في واحد الشركة ديال البني، أما سامانتا ربة بيت كتهلا في هانا، ولكن في نفس الوقت كتخيط شي حوايج باش تبيعهم في السوق المحلي نهار السبت. في ديك العشية سامانتا كانت جالسة نشطة مع شي صحاباتها في الدار اللي كانوا جايبين ولادهم يلعبوا. وحده منهم عقت بهانا هزات واحد الطريف ديال الخشب فيه مسامر خطير. داكشي علاش سامانتا كان خاصها تجري باش تحبسها. لحظات من بعد بدات الشتا كتصب بالجهد، داكشي علاش العمال ديال البني كانوا مضطرين يحبسوا الخدمة داك النهار، والموظفين مشاو يشربوا شي حاجة مجموعين في البار. في الدار سامانتا كتعلم هانا الإشارة ديال العاصفة وهما كيتفرجوا في الشتا من الشرجم. من بعد البار كورتيس وصل زميله وصاحبه العزيز ديوارت للدار. هضروا واحد شوية وديوارت قال أن كورتيس عايش حياة زوينة، ولكن كورتيس اعترف بأن الأمور ماشي ديما زوينة كيف ما كتبان. الهضرة ديالهم تقاطعات مني خرجت مرات ديوارت بشوية وطلبت منه يدخل لداخل. من بعد كورتيس مشى لدارو وطل على هانا فاش كانت سامانتا كتعاود ليه باللي البت باقا عندها صعوبة التواصل مع الدراري الصغار الاخرين. في الغد ليه كورتيس كان كيجمع الزبل باش هانا ما تهز شي حوايج خرا خطيرة. في ديك اللحظة بانت واحد العاصفة قوية في السماء، وفجأة ضربت صاعقة في الأرض وخلات الكلب ديال كورتيس ريد يبدا ينبح بحال شي حمق. ملي قرب كورتيس باش يشد في يد هانا الكلب تقطع من سلسلته وهجم على كورتيس وعضو في دراعه بالجهد، ولكن كورتيس فاق في البيت ديالو حيت كان غير كابوس آخر. في الفطور كورتيس ما قدرش يحبس التفكير في كيفاش الحلمة كانت كتبان حقيقية. شاف هانا كتلعب مع ريد وتخلع وجرها من حدا الكلب. مني سولات سامانتا مالو كورتيس فقد الصبر ديالو وخرج بلا ما ياكل فطور. من بعد في الخدمة كورتيس كان باقي مسهي وما قدرش يحبس ما يشوف دراعه في واحد الاجتماع، كان كيحسب ليه باقي كيحس بالحريق. الباترون جيم كان معصب على التعطيلة اللي سببتها الشتا وباغيهم يعوضوا الوقت اللي ضاع اليوم. في الطريق للشانتي كورتيس طلب من ديوارت يعاونو يجيب شي سلعة زايدة هو الأول. من بعد كورتيس تياخد استراحة وكيشوف سرب ديال طيور كحلة في السما كطير بأشكال غريبة. سول دارت واش هادشي بان ليه غريب، ولكن دارت ما شاف والو. بسبب السوايع الإضافية اللي دوز باش يكمل الخدمة كورتيس وصل معطل لاجتماع الآباء في المدرسة ديال هانا. كان عامر بالغيط حيت ما قدرش يدوش. تعلموا كتار على لغة الإشارة اللي ضرورية لبنتهم واللي خاص كورتيس يتمرن عليها كتار، حيت ما كيدوش وقت طويل مع هانا بحال سامانتا مازال ما كيعرفش كلمات كافية. من بعد شي مدة الشتا بدات كطيح عاوتاني وكورتيس تزرب باش يدخل الطوموبيل مع بنته. الشتا صعبات عليه الشوفة وفي الأخير دارو كسيدة. راس كورتيس بدا كيسيل بالدم ولكن هانا كانت لابس عليها. في ديك اللحظة بانوا رجال برا ديال الطوموبيل وبداو كيهرسوا في الزاج. واحد شد كورتيس والاخر جر البنت لبرا. فجأة كورتيس فاق كيغوت، عاد فهم باللي كانت غير حلم أخرى. من بعد هبط لتحت كيبان مريض بزاف. سامانتا لاحظات وتخلعات، ولكن كورتيس وعدها باللي غير رواح خفيف وقال لها تمشي للسوق مع هانا. فاش كانت سامانتا كتبيع السلعة ديالها وكتجادل مع الكليان على الأثمان، كورتيس خدا المعدات الزايدة اللي جاب من الخدمة وبنى سياج على بيت الكلب وسد على ريد لداخل وكيطلب السماحة من داك الكلب المسكين. كان خاصو يكون خدام كينقي الزبل، ولكن تلها مع واحد الباب كيأدي لواحد الملجأ ديال العواصف. كورتيس قلب على الصاروت في واحد القرعة قديمة وقدر يحلو. من بعد هبط باش يفكر في شي فكرة جديدة. من بعد داك الليلة سامانتا خبات الفلوس اللي ربحات من السوق مع الفلوس اللي كانوا جامعين للعطلة. سولات كورتيس علاش ريد ولا برا دابا، ولكن كورتيس عطاها جواب غامض. سامانتا عاودت سولات ولكن تجاهلها باش يتصنت الأخبار فين كانوا كيهضروا على تسرب ديال الغاز اللي أثر على عائلة صغيرة. هادشي زاد من جنون الارتياب ديال كورتيس. في الغد ليه كورتيس لقى هانا كتشوف في العاصفة من الشرجم. فاش قرب ليها تخلع من اللي شاف واحد الراجل برا كيشوف فيهم. كورتيس دغيا هز هانا بين يديه وجرى يتخبى والراجل بدا كيحاول يحل الباب. فجأة البطمة كاملة بدات كتزعزع وكاع الحوايج في الصالون بداو كيتهزوا في السماء وكورتيس ولا كيتنفس بصعوبة. من بعد كل شي طاح وكورتيس شهق فاش فاق من كابوس آخر. تفاجأ من اللي لقى راسو في الزك الفراش. فاش دخلت سامانتا غطى الفضيحة باللي زورات. كيطلب كورتيس نمرة ديال الطبيب وسامانتا كتحاول تطمن عليه من باب الاهتمام، ولكن كورتيس كيبعدها باش ما تشوفش اللي زار فازق.
ديك الساعة كيعتذر على ردة الفعل ديالو وكيبررها باللي راه مريض، ولكن واخا هكا كيقول لها تمشي للكنيسة حيت هو قادر يعتني بهان. من بعد ما مشات سامانتا كيبدل كورتيس اللي زارات وكيغسل الدليل. من بعد كيدي كورتيس هان للمكتبة وكيلهيها بكتاب ديال الدراري الصغار وهو كيقلب على معلومات على الأمراض العقلية. فاش كيكونوا راجعين كيوقفوا في واحد الهريء باش يشريو بزاف ديال المعلبات. هادشي خلاهم يتعطلوا على الغداء مع عائلة هان اللي لاموه حيت ما مشاش للكنيسة. في العشية كيبدا كورتيس ينقي الملجه ديال العواصف وكيخزن فيه كاع المعلبات اللي جاب للحالات الطارئة. من بعد كيبقى تما كيقرا الكتوبه اللي جاب من المكتبه. من بعد مده كيقدر كورتيس اخيرا يشوف الطبيب وكيشرح ليه باللي عنده مشكل في النعاس هذه 4 ايام. في الاول الطبيب ما عطاهمش اهميه، ولكن كورتيس كيعاود ليه حتى على الكوابيس وكيعترف انه بال في الفراش وباللي مازال كيحس بالالم ديال العضه ديال الكلب. الطبيب كيوافق يعطيه دواء لكام يوم وكيقول ليه يشوف طبيب نفسي في كولومبوس. في ذاك الوقت سامانتا كتمشي لوكالة التأمين باش تسول على العملية باش هان ترجع تسمع. لحسن الحظ الطلب ديالها تقبل وغادي يتكلفوا بجميع المصاريف حيت الخدمة ديال كورتيس كتوفر تأمين زوين بزاف. في نفس الوقت كيمشي كورتيس للصيدلية ياخذ الدواء ديالو وكيتفاجأ بأنه ما غاديش يخلص بزاف بفضل التأمين ديالو. ديك الليلة تعشات العائلة كاملة وهي فرحانة حيت كيحتفلوا بالأخبار الزوينة، ولكن كورتيس ما قال لهمش على الدواء. فاش كان كيوجد ينعس سامانتا كانت ديجا كدير خطط العطلة حيت ما بقاوش خاصهم يخافوا من جهة الفلوس. كورتيس كياخذ الدواء خافية في الدوش. في الصباح اللي من بعد كورتيس فاق وهو حاس براسو مرتاح، وسامانتا لاحظت أنه كيبان بصحة أحسن. ولكن في الخدمة كورتيس مازال كيهضر مع دارغيت على الكمية المناسبة ديال الماكلة للملجأ. فجأة كيبداو يسمعوا صوت الرعد في السماء واخا كانت مازال صافية. كيسول دارغيت ولكن هو ما سمع والو. ديك الساعة كورتيس تخلع وجرى لواحد الطارو ديال الزبل باش يرد وهو كيحارب نوبة هلع. كورتيس كيخرج من الخدمة وكيولي عنده صعوبة في التنفس وهو سايق، داكشي علاش كيوقف الطوموبيل باش يسترجع السيطرة على راسو. ملي تهدن في الاخر كيشوف واحد البلاصه كتبيع الكونتينرات ديال الشحن وكيشري واحد باش يوسع الملجأ. شويه من بعد كورتيس كيمشي عند موه اللي كانت كتصرف بغرابه حيت كانت واخده بزاف ديال الدواء. كيتكتشف انها تصابت بفصام الشخصيه بجنون الارتياب في نفس العمر اللي عند كورتيس دابا. هو تخوف لا يوقع ليه نفس الشيء وحاول يسولها شي اسئله، ولكن هي ما بقاتش عاقله بزاف على ديك السنين اللي كانت صعيبه. من بعد كورتيس عيط للطبيب ديالو باش يشرح ليه انه ما يقدرش يسوق حتى لكولومبوس باش يشوف طبيب نفسي وطلب منه شي حل اخر. ديك الليله حسب شحال غادي خصو ديال الفلوس باش يرد الملجأ البنكر كامل. في الصباح مشى للبنكه وطلب قرض لتحسين المنزل بلا ما يقول لمرته وتجاهل تحذيرات الناس. من بعد في الخدمه كورتيس طلب من دار تعاونو حيت بغى يدي شي معدات من الخدمه باش يبني البنكر ديالو. هادشي ضد القوانين، ولكن دارت وافق يعاونو. دارت كان خايف عليه وسولو واش هو بخير وكورتيس اكد ليه انه بخير. من بعد الخدمه كورتيس مشى يشوف مستشاره محليه وشرح ليها كاع النظريات ديالو اللي بناها على البحث اللي دار. السيده شرحت ليه انها غير مستشاره، يعني ما تقدرش تشخص الحاله ديالو ولا توصف ليه دواء، ولكن يقدروا يهضروا باش توجهوا في هذه الازمه ديالو. كورتيس بدا يهضر على موها اللي واحد النهار خلات العائله وباه هو اللي تكلف به بخوه. من بعد لقاوها كتاكل من الزبل ديال واحد البركاسه وداوها للمستشفى ديال الدوله. كورتيس بدا يهضر حتى على الاحلام ديالو. ديك الليله العائله مشات لاجتماع اخر في المدرسه. في الطريق ديال الرجوع كورتيس وقف الطوموبيل حيت كان كيشوف بزاف ديال البرق في السماء، ولكن عائلته كانت باقا ناعسه وحتى شي شوفور اخر ما دار حتى رده فعل. داكشي اللي خلاه يتخوف اكثر على صحته النفسيه. نهار السبت ملي كانت سامانتا وهين في السوق كورتيس ودارت بداو يخدموا في الملاجئ. ملي جات سامانتا وشافت داكشي كله تعصبات وبدات المضاربه. سامانتا زادت تعصبت اكثر ملي سمعت ان كورتيس خدا كريدي وبدات كتغوت تطلب تفسير على كاع قراراته الغريبه الاخرى بحال انه سد على ريد. ولكن كورتيس قال هيها ما كاين ما يتشرح وخرج من البيت باش يطلع على هان فاش سامانتا نهارات. ديك الليله كورتيس خدا دواء اكثر من القياس اللي خاصو. في نص الليل فقط سامانتا لقات كورتيس جاتو نوبه صراحته كيطرعى في حداها. دغيا عيطات على الاسعاف وما توسقاتش لكورتيس فاش قال ليها ماشي ضروري. شويه من بعد ما مشى المسعفون اخيرا كورتيس عاود لسامانتا كل شيء. حلف ليها انه كيمشي عند المستشار بزاف حيت ما بغاش يخلي عائلته كيف ما دار تمو. في الغد ليه كورتيس وسامانتا داو هان السبيطار باش يديروا ليها الفحص وعمليتها تحدات من بعد 6 ديال الاسابيع. في الخدمه مشى كورتيس عند رئيسه وطلب منه يحيد دارت من الفرقه ديالو حيت ما بغاش يعطي الاوامر لصاحبه المقرب. جيم جاتو هاد القضيه غريبه ولكن وافق قبل ما يشير
إلى أن كورتيس غاب بزاف على الخدمة. كورتيس شرح ليه أن السبب هو زيارات هان للطبيب، ولكن جيم عطاه إنذار. من بعد الخدمة مشى كورتيس لواحد المحل باش يشري أقنعة الغاز اللي طلعوا غاليين بزاف. في نفس الوقت مرات دوبيرت عودت لسامانتا على الإشاعات اللي كتدور على تصرفات كورتيس، ولكن سامانتا ولات دفاعية وحلفات لهم أنهم بخير. من بعد واحد المدة كان كورتيس خدام في الملجأ، فجا خوه كايل اللي كان قلقان من الهضرة الغريبة اللي سمع من عند سامانتا. كايل كان خايف على صحة كورتيس، ولكن كورتيس أصر أنه بخير وقال كايل يمشي يزور أمه. كان واضح أن العلاقة بين الإخوة كانت غريبة شوية. قبل ما يمشي تفكر كورتيس أنه كان كيقلب على كلب وطلب من كايل ياخذ الكلب ريد. في واحد العشية فيها الشتاء دخل كورتيس الكوزينة ولقى سامانتا فازقة بالشتاء. شافوا في بعضياتهم لواحد اللحظة قبل ما تفكر هي تهز شي موس، ولكن هذه كانت مجرد حلمة أخرى. أثناء الفطور ما قدرش كورتيس يحيد الإحساس الغريب ديال الحلمة، وفاش حاولت سامانتا تقيس في يدو جبدها. في ديك اللحظة شافوا جيم واقف على برا. جرى كورتيس باش يتلاقى به وسمع أخبار خايبة. جيم عاف على المعدات اللي خدا كورتيس وكذب بخصوصها وجرى عليه وخلى ليه غير 2 سيمانات أخرى من التأمين الصحي. دارت حتى هو توقف عن العمل بلا خلصة لمدة 2 سيمانات حين تعاون كورتيس. فاش كورتيس قال سامانتا الخبار صفقاته قبل ما تخرج من الغرفة مع هان. من بعد مشى كورتيس عند المستشارة ديالو ولقاها تنقلات وكاين مستشار جديد. هذا المستشار جديد بغى يبدا من الأول، ولكن كورتيس ما قدرش يستحمل يعاود يهضر على مو تاني ويخسر كل التقدم اللي دارو. داكشي علاش خرج بلا ما يقول حتى كلمة. رجع كورتيس للملجأ وكمل الخدمة فيه. في الوقت اللي كانت فيه سامانتا باقا كتصلح حوايج الجيران باش تدخل فلوس كثير، ولكن داكشي ما كانش كافي وخاصها تجبد داكشي اللي بقى من الفلوس ديال العطلة. ديك الليلة سامانتا هضرت مع كورتيس اللي شرح ليها أن الخلعة ديالو كانت بسبب واحد الحلمة وشد ليها في يدها باش يبين ليها أنه كيحاول يولي حسن. سامانتا علماتو باللي غادي يلغيو الصفرة ديال البحر وغيستعملوا آخر خلصة ديال كورتيس باش يغطيو مصاريف شهرين، وغادي تأجل العملية ديال هان وخاصهم بجوج يركزوا يلقاو خدمة. سامانتا مستعدة تخدم على المشاكل ديالهم، ولكن شرطات عليه يمشي عند طبيب نفسي بصح، وبغاتو يحضر العشاء ديال المبراسة في آخر السيمانة باش يخدم على العزلة ديالو. ليلة المناسبة دورات واجه كورتيس ولامو على توقيف الخدمة. كورتيس حاول يطلب منه يهضروا بوحدهم من بعد، ولكن دورات بقى كيتشكى باللي كورتيس بعد عليه في وقت كان خاصهم يكونوا صحاب. دورات حتى دفع وضرب كورتيس اللي جاوبو بركلة. في الاخر كورتيس تنفجر وطيح طبلة الارض واعلن باللي كاينه واحد العاصفه مدمره جايه وحتى واحد ما مستعد ليها. من بعد جاتو ازمه نفسيه وسامانتا استغلت الفرصه باش تديه للدار. من بعد مده كورتيس شاف هان وسط الطريق ومشى كيجري باش يهزها. ديك الساعه بان صرب ديال الطيور في السماء وبداو كيطيروا بطريقه غريبه قبل ما يتجهوا جهه كورتيس. هو حما هان والطيور كيدوزوا من فوقهم. من بعد شكلوا شكل غريب اخر قبل ما يبداو يطيحوا ميتين الارض. خايف بزاف كورتيس دخل كيجري للدار فاش بدات واحد الصافره كتصوني. ديك اللحظه فاق ولقى الصافره كتصوني بصح، كانت الشتا كتصب بالجهد. داكشي علاش كورتيس دا عائلته ومشى كيجري تخبى في الملجأ. من بعد ما سد الباب كورتيس عطى لكل شي يديروا ماسكات الاكسجين كاحتياط. من بعد نعسوا وبقاو كيتسناو العاصفه تدوز. شي سوايع من بعد كورتيس فاق وقلب الباب، ولكن مازال كيحس بالعاصفه برا ورجع ينعس. في الصباح فيقاتو سامانتا وطلبات منه يحل الباب حيت العاصفه سالات. كورتيس ما اتفقش وقال ليها باللي مازال كيسمعها وعطى لسامانتا تقيس الباب باش حتى هي تحس، ولكن سامانتا ما سمعات وما حسات بوالو. كورتيس تخوف رجع اللور ورفض يحل الباب وعطى الساروت لمراتو. سامانتا رفضت تاخدو حيت هادشي غير غادي يأخر المشكل وكورتيس خاصو يواجه المخاوف ديالو. باغي يكون مزيان مع عائلته. كورتيس جمع الشجاعة ديالو وأخيرا حل الباب باش يلقى نهار زوين ومشمش. الجيران لاباس عليهم وكيجمعوا الروينة اللي خلات العاصفة. من بعد مدة سامانتا أخيرا دات كورتيس عند طبيب نفسي. الطبيب وافق يعطي الكورتيس دواء كثر ديك الساعة وقرر باللي خاصو يبعد شوية على الملجأ. قال للعائلة ياخدوا شي يامات يرتاحوا فيها ويوجدوا حيت كورتيس غادي خاصو يتصيفط لواحد المركز متخصص حتى يبرى. هاد الشي كيعني باللي ما غاديش يشوف عائلته واحد المدة. الغد ليه العائلة كاينة في البحر. كورتيس وهان كيصيبوا قصر ديال الرملة وفجأة هان كيأشر بكلمة عاصفة بيدو وهو كيشير للبحر. سامانتا خرجات واكتشفت باللي شتا ديال الزيت اللي كطيح. في ديك اللحظة العائلة كاملة شافت واحد العاصفة كحلة كبيرة جاية من البعيد وكورتيس دار عند سامانتا اللي حركات راسها بالإيجاب باش تأكد ليه باللي حتى هي كتشوفها، وهذا الشيء كيخلي الشك واش أحلامه كانت بصح نادر شؤم ولا المرض النفسي ديالو أثر حتى على مراته. يلا بغيتوا ملخصات أفلام واعرة ديروا لايك بارطاجيو وتابوناو باش تبعونا ويوصلوكم ملخصات كتر.